يمكن النهارده بنتشتم على الفيسبوك وفي اماكن كتير جدا عشان خاطر في حالات كتير احنا بنرفضها ليه؟ انها مش غير مستحقه. العمل الخيري او تقديم المساعدات امر مش سهل، انك تشوف مين المستحق وانك تخرج الصدقه اللي صاحبها تمن حضرتك عليها لحد مستحق بالفعل. ازاي بتاخدي القرار ان انا الحاله دي انا هتبناها وهشتغل عليها؟ لو انا مثلا عندي حالتين، حاله سيده غارمه ما عليها شيك او عليها ايصال وهتتحبس، وطفل مثلا محتاج عمليه زي عمليه قلب مفتوح، القرار اللي هتاخديه هيبقى لمين؟ للسيده ولا للطفل؟ هو كل الناس اللي بتشوف العمل الخيري من بعيد بتفتكر ان هو سهل بسيط، بتيجي الحاله بنساعد على طول. لا، انا عايزه اقول ان ورا الكواليس مجهود كبير جدا جدا جدا، متعب جدا، وطبعا دوت يا رب يجعله في ميزان حسناتنا، لان ده مش بيتم بسهوله زي ما الناس بتشوف. قد ايه ان احنا بنتقصى مين اللي يستحق ومين لا. احنا يمكن النهارده بنتشتم على الفيسبوك وفي اماكن كتير جدا عشان خاطر في حالات كتير احنا بنرفضها ليه؟ انها مش غير مستحقه. وده بيتم من خلال فريق ده بينزل على ارض الواقع، بيستكشف الحاله في ستر، وحط في ستر دي بين قوسين. احنا ما بنفضحش حد، بالعكس بيروحوا وبيستكشفوا الحاله وبيشوفوا كل التقارير اللي ممكن تاكد لنا ان الحاله دي تستحق او لا. طيب لو جينا زي ما حضرتك قلت ان في غارمه وفي مريض، ليه ما نساعد؟ ليه انا شايفه الاثنين مستحقين وما نساعدش الاثنين؟ بس مين فيهم اللي هيكون الاولويه والاهم؟ طبعا عندي الاولويه للمريض رقم 1. بعد كده ممكن الغارم ده يبقى بعده، ما فيش مشكله، بس بنساعده برضه. القرار بيبقى سهل؟ كل القرارات بتكون صعبه جدا، لان احنا بنكون نفسنا نساعد كل الناس في وقت واحد، بس يبقى في اولويات.